اتأخرتي وما عندكيش وقت والعيد جاي وما عملتيش اي حاجة من حاجة العيد؟ تعالي شوفي الفيديو ده، هتعملي منه كل حاجة لحاجة العيد في خطوة واحدة وبعجينة واحدة سهلة وبسيطة جدا. المقادير بتاعتنا: معانا كيلو دقيق منخول كويس، ومعانا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، نص كوباية من اللبن البودر، ونص كوباية من النشا، وكوبايتين من سكر البودر. هنبتدي المقادير بتاعتنا: هاتي بولة كبيرة نزلي عليها نص كيلو من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، نزلي عليها ربع كيلو من السكر البودر، واضربيهم بالمضرب الكهرباء لمدة 3 دقايق. وبعد كده نزلي عليهم البيض بتاعك، نزلي بيضة تختفي، تنزلي البيضة اللي بعدها لحد ما نخلص ال4 بيضات. عجينة واحدة هنعمل منها حاجات كتير وأشكال كتير لكل الناس اللي اتأخرت وما لحقتش تعمل حاجة العيد. نزلي عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا. بعد كده جهزي المكونات الجافة بتاعتك: الكيلو الدقيق المنخول هتنزلي عليه نص كوباية من اللبن البودر، ومعانا كوباية إلا ربع من النشا، وباكو من البيكنج باودر. قلبي المكونات الجافة بتاعتك كلها مع بعض. بعد كده هاتي الخليط السايل وابتدي انزلي عليه بالمكونات الجافة وهنقلبه. خطواتنا كلها سهلة بسيطة. ابتدي بقى قلبي الدقيق بتاعك لحد ما يندمج مع الخليط. هنقلبه بس مش هنعجن ولا حاجة، بس نطمن ان الدقيق شرب الخليط بتاعنا كله. سخني الفرن بتاعك على درجة حرارة 180. جهزي الرف اللي في النص وسخنيه لمدة 10 دقايق على ما نقطع. بص العجينة طرية وحلوة جدا وناعمة. هقسم العجينة بتاعتي على 4 أجزاء. أول جزء أو أول ربع هاخده وهفك عليه باكو من تنك البرتقان عشان أنا عايزة أعمل بسكوت بطعم البرتقان. وابتدي لميه كويس. لو حسيتي ان العجينة ناشفة معاكي نزلي عليها معلقتين من اللبن الحليب، هتطري معاكي العجينة. بعد كده هاخد الربع التاني من العجينة وهنزل عليه هنزل عليه معلقة كبيرة من الصوبيا علشان انا عايزة بسكوت بطعم جوز الهند. برضو نفس الحكاية، ممكن تنزلي عليه معلقتين من اللبن لو لقيتي العجينة ناشفة معاكي. بعد كده هاخد الجزء الثالث من العجينة وهنزل عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ونفس الحكاية انزل عليه كمان لو احتجت معلقتين من اللبن الحليب. وهسيب الجزء الرابع بالطعم العادي، العجينة العادية زي ما هي. جهزي صاج بتاعك وابتدي اعملي كور قد الليمونة الصغيرة. انا ابتديت كده بعجينة اللي فيها الشوكولاتة، ودي بصامة. ممكن بقى اي حاجة متاحة عندك، كوباية، كاس، اي قطعة عندك قطعي بيها او ادي بيها شكل. هتعملي تشكيلة حلوة قوي وتشكيلة كبيرة. هي العجينة هي مش هتاخد معاكي وقت ولا اي حاجة. عندي الرسمة بتاعت المعمولة اهي، ومعايا عجوة. اعملي كورة صغيرة من العجوة قد الزيتونة وهندخلها برضو في العجين. ده البسكوت العادي اللي هو الطعم العادي بقى، ما ضفتلوش حاجة انا للعجينة دي، اللي هو ايه الربع الاخير الرابع. وهديله شكل المعمول. انا بحط فيها كيس بلاستيك عشان تبقى سهلة معايا، العجينة ما تلزقش فيها وتغلبني وانا بحط واشيل. فالكيس البلاستيك او الجزء البلاستيك ده هيسهل علينا الدنيا. ده العجينة اللي بالطعم البرتقان اللي احنا حطينا عليها باكو صغير على فكرة، اللي هو يعني حوالي معلقة من تنك البرتقان. برضه هضغط عليها كده بالبصمة عشان تديني شكل. الريحة حلوة جدا. ما تنسيش لو لقيتي العجينة ناشفة معاكي بعد ما تضيفي بقى التنك عشان ده بودرة، هتضيفي معلقتين من اللبن الحليب. اي شكل فيهم هتتعبك العجينه وتلاقيها ناشفه، تضيفي معلقتين 3 من لبن الحليب على حسب نوع الدقيق. بعد كده جهزت القمع بتاعي وعملت البسكوت العيد اللي هو البسكوت الطويل، ما ننساهوش علشان ده برضه هو يبقى من نفس العجينه بطعم البرتقال. يبقى انا كده عملت معمول وعملت بسكوت شوكولاته وبسكوت عيد بطعم البرتقال وبسكوت بالطعم العادي. وبعد كده هاتي كيس بلاستيك ونزلي عليه حته من العجينه جوه الكيس
يعني عايزة العجينة تبقى جوه طبقتين البلاستيك، وافرديهم بالنشابة بتاعتك. السمك بتاعك هيبقى حوالي 2 ملي، ما تخنيهاش علشان تبقى بسكوتة حلوة كده وهشة وجميلة. هتفرديها كويس، وبعد كده هتقصي الكيس البلاستيك وتقطعي برضو بأي حاجة متاحة عندك. أنا عندي الشكلين الجمال، واحد مربع واحد مدور. الحاجات الأشكال دي على فكرة رخيصة قوي، بتتباع يعني مش غالية ولا حاجة. وهعمل بسكوتة مربعة واعمل بسكوتة مدورة، وممكن نمشي العجينة دي صابلي ونعمل على شكل الصابلي، يبقى انت عملتي كذا حاجة. وده الشكل المدور معانا. العجينة بتاعتنا مرنة وناعمة، ريحتها حلوة قوي، مقاديرها حلوة جدا، هتمشي معاكي في حاجات كتير. وابتدي بقى ايه، رصي البسكوت او الصابلي بتاعك. ما عندكيش بقى قطعات خالص، انا جبت لكم غطا البطرمان عشان اللي ما عندهاش اي حاجة تقطع بيها، هتقطع بغطا البطرمان. هتعملي منه مدور، هتعملي منه هلال، اللي يعجبك. وطبعا عندنا طبعا الكوبايات، زمان كنا بنمسك الكوبايه كده ونقطع بيها، نمسك الكاس الحامي كده ونقطع بيه، يعني هنتصرف، مفيش حاجه هتقف قدامنا. عندك القمع بتاع الحلواني، هنعمل البسكوت الطويل. يبقى انا شكلت صينيه اهي، بسكوت عادي، بسكوت جوز هند، بسكوت برتقان، بسكوت شوكولاته، ومعمول بالعجوه، وممكن معمول تحشيه ملبن، واللي يعجبك. وعملنا حاجات كتير قوي. لو انتي مش هتلحقي تعملي حاجه، قومي دلوقتي جهزي كيلو الدقيق وهتعملي كل حاجة. هفتح لكم واحدة من المعمول. التسوية بتاعتنا هو بياخد بالظبط حوالي 10 دقايق، وطبعا كل واحد أضرب الفرن بتاعه يا جماعة، علشان موضوع التسوية ده ما بيبقاش ثابت على الناس كلها. كل واحدة عارفة الفرن بتاعها ناره عاملة ازاي، وبتبتدي تشتغل عليه. بس هو احنا بنقول ما بيزيدش عن 10 دقايق. شايفة المعمول جميل جدا وناعم ازاي. انا جبت بقى باكت من الشوكولاتة الخام، وسيحته على حمام ميه، وطحنت معلقتين من السوداني. طبعا عندك اي مكسرات عايزه تضيفيها هتضيفيها، وقلبتهم على الشوكولاته الخام. وهبتدي اشكل بقى عشان اعمل كده حبه بسكوت مشكلين، هيبقى شكلهم حلو، لو عندك اطفال هيعجبهم جدا. ويبقى انت عملتي برضو كل حاجه بحاجات بسيطه، وهتعملي علبه حلوه محترمه كبيره. يعني لو اشتريتيها من بره هتكلفك جدا، لكن احنا عملناها في البيت مش هتكلفنا خالص. طبعا احنا عندنا علب البلح مكان رمضان. انا خدت علبة البلح بعد ما خلصت، فرشت فيها كيس بلاستيك، وممكن تفرشي فيها فويل او ورق زبدة، وتبتدي ترصي حاجتك كأنك جايبها من بره بالظبط، وتفرحي بيتك وتفرحي ولادك، وتبقي عملتي كل حاجة. شايفة شكلها حلو وجميل ازاي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، الشير، المتابعة، الاشتراك. كل سنة وانتم طيبين. قومي جهزي بقى حاجتك واعمليه دلوقتي. مع السلامة.